إن صيغة السكن الريفي تدخل ضمن صيغ السكن المدعمة التي أقرتها السلطات العمومية لتلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين. هذه الصيغة لها أهمية كبيرة بنظر للدور الذي تلعبه، لا سيما فيما يخص مساهمتها الكبرى في سياسة التطوير الريفي، بالإضافة لكونها عاملا لاستقرار وتثبيت السكان محليا. إن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وفي منظور الانخراط في مسعى التنمية الريفية يتجند من أجل إعادة تفعيل منح الإعانة المالية للمستفيدين من برنامج السكن الريفي. قصد جعل مسار التسجيل أكثر فعالية، تم وضع حيز الخدمة منصة رقمية مخصصة لتسجيل طلبات الاستفادة للمكتتبين. هذا المسعى يهدف إلى رقمنة بعض إجراءات التسيير، كما تهدف هذه المنصة أيضا لتسهيل الإجراءات الإدارية والمتابعة الخاصة للإعانة الريفية، تسريع وإرساء الشفافية على جميع مراحل إجراءات ملف طلب الإعانة، تقديم تسهيلات لطالبي الإعانة خاصة أولئك المقيمين بعيدا عن مكاتب التسجيل في إطار تقريب الإدارة من المواطن، الحصول على إحصائيات حول طالبي الإعانة على المستوى الوطني. الفئة المعنية بهذه الإعانة هم العمال الأجراء والمتقاعدين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس. استفادة من الإعانة المالية من صيغة السكن الريفي. يجب أن تتوفر في الأجير أو المتقاعد الشروط التالية. عند تاريخ التسجيل في المنصة يجب أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكثر من 3 سنوات، وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء منذ 3 سنوات على الأقل عند الاقتضاء. يجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. يجب أن يكون مقرر الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان الصندوق الوطني للسكن سابقا مؤرخ بعد تاريخ 1 جانفي 2016. البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يجب أن يكون قد تحصل صاحبها إجباريا على الشطر الثاني من إعانة البنك الوطني للإسكان. يجب أن لا تكون البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منتهية تماما بالنسبة لإحدى الأشغال التالية: السقف، الجدران الداخلية والخارجية، تلبيس الجدران الداخلية والخارجية، بلاط الأرضية والجدران. يجب أن تكون رخصة البناء سارية المفعول عند إيداع الملف، ويجب أن تصرح أن البناية ذات طابق واحد فقط. إن مبلغ الإعانة المالية الموجهة للسكن الريفي محدد ب500 ألف دينار، يضاف إلى إعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان الصندوق الوطني للسكن سابقا، وكذا المساهمات المالية للمستفيدين. هذه المساهمة المالية تهدف إلى الدعم الفعلي لإنجاز مشاريع السكن الريفي، وهي بمثابة تكملة للموارد المتوفرة. الإجراءات المتبعة للاستفادة من الإعانة المالية بصيغة السكن الريفي. لتسجيل وإيداع طلبات الإعانة على المنصة الرقمية يرجى الولوج على الرابط التالي: aide-rural.fnpos.dz. المرحلة الأولى وهي مرحلة التسجيل عبر المنصة، التأكد من صحة رقم الضمان الاجتماعي من خلال النقر على أيقونة التسجيل وإدخال رقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد. ملاحظة: لا يمكن إكمال خطوات التسجيل إذا كان رقم الضمان الاجتماعي غير صحيح أو مسجل به مسبقا. ملء استمارة المعلومات: يجب ملء جميع الخانات. التأكد من جميع البيانات والموافقة عليها. يرجى قراءة وتأكد من صحة المعلومات بعناية قبل الموافقة.
إن تدوين أي معلومات خاطئة أو مغلوطة وأي تصريح كاذب من طرف طالب الإعانة يعرض طلبه للرفض وكذا للعقوبات الواردة في المادتين 222 223 من قانون العقوبات. إرسال معلومات الدخول. يتم إرسال معلومات الدخول على المنصة إلى الحساب الإلكتروني الخاص بطالب الإعانة. يمكنك طبع وصل تسجيل طلبك في الفضاء المخصص لك إذا كان لديك حساب في المنصة. المرحلة الثانية وهي مرحلة المراقبة والتحقق ومعالجة المعلومات لطالب الإعانة. عند انتهاء فترة التسجيل وبناء على المعلومات المسجل بها عبر المنصة الرقمية، تقوم مصالحنا بعملية معالجة أولية لجميع الطلبات من خلال اتباع شروط الاستفادة المذكورة أعلاه والنتائج المحصل عليها عن طريق تنقيط كل مكتتب. يتم ترتيبها من أعلى تنقيط إلى أقل تنقيط. المرحلة الثالثة وهي مرحلة إظهار نتائج المراقبة. بعد الانتهاء من مرحلة المراقبة والتحقق ومعالجة المعلومات، يتم على المنصة الرد وإخطار كل طالب إعانة بمآل ملفه والنتائج المحصل عليها حسب الحالات التالية. أولا، مكتتب منتقى أولي. في هذه الحالة يتم إرسال استدعاء لطالب الإعانة للتقدم إلى الملحقة الولائية المختصة إقليميا مرفقا بملف كامل يثبت صحة المعلومات المسجلة على المنصة الرقمية. ثانيا، مكتتب غير مقبول. في هذه الحالة يتم إخطار طالب الإعانة بسبب أو أسباب عدم القبول وبعدد النقاط المتحصل عليها. بعدها تفتح إمكانية تقديم الطعون خلال 15 يوما التي تلي تاريخ التبليغ على المنصة الرقمية. ملاحظة: الطعون المقدمة خارج المنصة الرقمية وخارج الآجال المحددة لا يتم أخذها بعين الاعتبار. المرحلة الرابعة: الموافقة على قوائم المستفيدين. بعد الانتهاء من عملية الدراسة والمراقبة، فإن ملفات المكتتبين المنتقين أوليا الذين اجتازوا بنجاح جميع المراحل تعتبر مقبولة ومؤهلة. أولا، الموافقة على قوائم المستفيدين من طرف اللجنة المركزية الخاصة للصندوق. تعرض الملفات على اللجنة المركزية الخاصة للصندوق للمصادقة عليها. ثانيا، إعلام المستفيدين. يتم إشعار كل مستفيد من الإعانة الريفية عبر المنصات الرقمية. يتم صب مبلغ الإعانة مباشرة في حساب المستفيد.